المستشار مرتضى منصور لسه عامل فيديو حالا بيعلن رسميا الزمالك يعتذر عن المشاركه في مباراه كأس السوبر اللي كانت المفروض انها تقام يوم الجمعه القادم. طبعا من حق كل رئيس نادي ان هو يحافظ على حقوق ناديه، وده دوره الرئيسي ان هو يحافظ على حقوق ناديه بما يتماشى مع القانون. النهارده نادي الزمالك بيتعرض لظلم كبير جدا بسبب وجود بعض الايادي المرتعشه في اصحاب القرار، اصحاب الايادي المرتعشه فعلا. ولاول مره يعني يمكن يكون في يعني قرارات بتتاخد دون النظر الى المصلحه العامه، دون النظر الى مصلحه مصر، مصلحه الكره المصريه. وده واضح، اول مره يحصل كده يمكن في تاريخ مصر تاريخها كله بيقول ان كان في لعيبه بتعمل اخطاء وبتتعاقب وبتستأنف وبتتعاقب وبتتخفف عقوبات بس بيتعاقب. القصه بتاعت تاني باكد لكم ان القرار اللي طلع من لجنه التظلمات النهارده هيدخل اطراف كتيره في الكره المصريه في مشكله كبيره جدا وبالقانون. وافتكروا الكلام اللي ميدو بيقوله، ومفيش حد على فكره عارف يتنازل عن حقوق نادي عشان خاطر لا، ولا احنا ولا حد هيسمح بالكلام ده، ولا الناس اللي موجوده هتقبل بالكلام ده، ولا الناس اللي موجوده هتقبل بالكلام ده. احنا كلنا اول ناس عايزين ماتش السوبر يتلعب، لكن احنا كلنا برضو اول ناس عايزين يبقى في عداله ويبقى في قانون بيتطبق على الجميع بغض النظر او دون النظر للالوان.